مرحبا يا ايها الشعب العميق، شلونكم اموركم؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، واليوم الفيديو يخص السادسيون والثالثيون وجميع المراحل الدراسيه وحتى غير المراحل الدراسيه. انا هذا الفيديو اليوم فيديو تحفيزي للكل، بس الفئه المستهدفه بالذات من هذا الفيديو هم طلاب السادس الاعدادي، لان باعتبار حاليا يمرون فتره حرجه، وباعتبار ان السادس اهم مرحله يمر بها الطالب، مرحله مفصليه، نقله نوعيه. يعني انت من طالب عادي هيك فجاه تصير دكتور، مهندس، طيار، مدرس، يعني اي من المسميات هاي الوظيفيه. فلذلك من اهم المراحل الدراسيه اللي يمر بها الطالب هي فتره السادس الاعدادي. اليوم الفيديو راح يكون عباره عن قصص الطلاب عابرين مرحله السادس الاعدادي. ايش بيه شو قمت اعلس؟ عابرين مرحله السادس الاعدادي، فيحكوا لنا المشاكل والعوائق اللي واجهوها في فتره السادس الاعدادي وشلون نجحوا. قبل لا نبدا هذا الفيديو حتى ما اطول عليكم بالمقدمه، اذا انت جديد على القناه طب واشترك بالقناه حبيبي وفعل الجرس وخلي لايك وتعال. انا جيت. وهسه انا وياكم ويا اول قصه الطلاب السادس الاعدادي. قبل سنه انا طالب سادس علمي، وقت ما كنت طالب كان حالنا المادي كله ضعيف، ما يساعد انه ادخل معهد وادرس. كانت حتى الملازم ما اقدر اشتريهم، ابوي كان يستلم راتب رعايه وما كان يلحق مصرف بيت، فكان لازم اشتغل حتى اقدر اصرف على دراسه واقدر اشتري اللي محتاجه. كنت اشتغل بمخبز صمون، وقت ما كنت اشتغل كنت ادرس، والحمد لله كان صاحب المحل كله زين وياي وكان يراعي ظروفي لانه طالب. قدرت اشتري الملازم بعد ما اشتغلت، صرت اعتمد على نفسي وعلى اليوتيوب. كان حتى الانترنت صعب توفيره عندي، بس الحمد لله قدرت اوفر اللي محتاجهم، وبديت احط كل عائق وشي صعب قدامي هدف يساعدنا حتى ادرس. بعد تعب صرت ادرس حتى اقدر اجيب معدل زين واساعد اهلي. صارت العطله الوزاريه حتى ادرس، صار يومي كله دراسه. وما انسى فضل اهلي وامي بالاخص، كانت كل شيء توفر لي اي شيء احتاجه. صار وقت الامتحانات والحمد لله امتحنت وجاوبت. بعد صار وقت اعلان النتائج، طلعت ناجح وبمعدل 96، وانطوني درجه لانه دور اول وصار 97، وقدرت ادخل كليه صيدله. فنصيحه، مهما كان اكو قدامك صعوبات لا تخليها شيء يحطمك، خليها هدف يقويك حتى تحسن من نفسك. لا تقول انا حالي ما يساعد وما اقدر اقاوم وما اقدر احقق واسوي، لا، صدقني مهما كان ايمانك قوي بالله وبنفسك تقدر تحقق كل شيء تريده. يعني تخيلوا انا لمن اقرا، انا هسه حاليا مو طالب يعني متخرج، والله يعني لمن اقرا هيك قصص انا يصير لي حافز اريد اقرا، اريد ادرس بعد هيك. يعني انا اريد اعرف هسه مثل هذا الطالب رغم الحياه الصعبه اللي عايشه وما يقدر يوفر الملازم وما يقدر يوفر انترنت، وتعب على نفسه واجتهد، بس المشكله اللي متوفر له كل شيء وما يقرا وما يدرس. انت ايه انت اللي هسه تتباوع اللي انت يعني اغلب الاشياء اللي محتاجهم موجوده عندك وما تقرا. ليش؟ لك ليش؟ انا بنيه قبل ما ادخل السادس كان عندي تسارع بالقلب، وكنت حتى صلاه بالقوه اصلي من ورا قلبي، حتى من احكي اتعب. وطبعا اهلي ما كانوا مصدقين بي ولا راجعوني عند الطبيب، وبسبب قدمت انتساب بصف السادس علمي. فالمهم دخلت السادس، كنت حاير شلون ادرس للسادس، ادخل دورات لو ادرس على اليوتيوب لو شنو، واشوف صديقاتي كلهم دخلن خصوص. المهم فانا اختي صيدلانيه هي تبرعت ودخلتني بمدرسه اهليه مال المتميزات. هاي المدرسه تنطي 3 دورات مجانيه للطالب، فانا دخلت بهاي الدورات، بس كنت كلش خايف اخاف ما اقدر استمر واتابع وياهم لان انا مريضه وما حد حاس بي، وفعلا داومت كم يوم وبطلت. اختي توفت بكورونا، وحرفيا انقلب بيتنا جحيم، حياتنا تدمرت وحياتي بالاخص، لان اختي كانت حامل وجابت بنتها وماتت، فبنتها ظلت عند امي هي تربيها، وكنا انا وامي والطفله واختي الثانيه بغرفه واحده صغيره، حتى ماكو مكان واحد يمشي بيه، وكنت اقرب هاي الغرفه نفسها، وكانت بس تصير الساعه 12 يطفون علي الاضاءه، وانا حتى موبايل ما عندي، كنت ادرس على اللابتوب، فكنت اشغل شمعه وادرس عليها. اتذكر ابوي حتى لايت ما كان يقبل يشتري لي. المهم ورا نصف السنه انا داومت اسبوعين وقعدت بالبيت، قلت اكمل المواد وحدي على اليوتيوب وابدا مراجعه من شهر الرابع، وانا اصلا درجاتي بالكورس الاول ونصف السنه تدخلني وزاري. فقعدت بالبيت وكملت وبديت مراجعه. طبعا جاي اختصر الكلام، اكو هواي تفاصيل ما جاي اقولها، ومنها انه كان كاتلني الجوع حرفيا لان انصابيت بكورونا، وظليت من يومها ما اتقبل طعم الاكل وما اكل كل شيء.
فكنت حرفيا الزق بالاكل تلزق وانا اصلا مريضه وصحتي تعبانه، ونفسيتي مو بس تعبت، بفتره المراجعه نفسيتي حرفيا تدمرت من كل النواحي، لا من اهل لا من دراسه لا من صحه لا من عافيه. وبشهر السادس بعز الحر انا اقرب غرفه بيها بس مروحه بالقوه تشتغل، والسبلت كان عطلان وما حد يقبل يصلحه، وهم كانوا ينامون ويقعدون بالاستقبال على السبلت العمودي، واني ما كنت اقدر ادرس يمهم، فكنت مجبوره ادرس بالحر. الغرفه كانت حسبالك تنور تفور من الحر، مو غرفه، وكنت عاده عندي ادرس بيها وغصبا علي، وبس احكي اقل حكايه اطلع مو زين وعندي سوالف. المهم اجت امتحانات الدور الاول، امتحنت بنص الامتحانات انصابيت بكورونا واجلت 3 مواد، وكنت متوقعه معدلي بالدور الاول 97 كان يطلع 94 ونص، وهنا من طلعت النتائج اهلي ضاجوا وما عاجبهم المعدل، حسبالك هم تعبوا علي ويردون ثمرة تعبهم. المهم بالفترة بين الدور الاول والثاني انا اعتبر نفسي كنت ميتة، ما كنت بشر محسوب على الناس. امتحان الدور الثاني شلون ما كان وطلع معدلي 95. انا كان حلمي هندسة طيران، بس لا ابوي يقبل اروح لها ولا معدل يقبلني، فاستغنيت عن حلمي وقلت اروح للاقسام الطبية على مود التعيين مضمون، على مود اضمن لي راتب اعيش بيه بالمستقبل، لان شفت حتى الاهل ما يفيدون. ركزوا على هذا. والحمد لله قدمت على كلية التمريض وانقبلت بيها، وحاليا انا مرحلة اولى بكلية التمريض. وبالنسبة لاهلي فيبقون نفسهم ما يتغيرون، هم الخسرانين طبعا لان ما احتووني ولا اهتموا بي، وانا الحمد لله ما استسلمت وتابعت طريق وحلم وكملت. نصيحتي لكل بنية اذا كانوا اهلك ما محتوينك، انت احتوي نفسك وكملي طريقك وتابع احلامك، ولا تنتظرين من اي بشر انه يسوي لك اي شيء زين. اوكي هذا صحيح. انتظر الاشياء الزينه والحلوه بس من رب العالمين والنعم بالله. واسفه طولت عليك، اول مره اكتب هيك شيء، اتمنى تطلع قصتي وتغطي الصوره واليوزر. يعني بدايه الله يوفقك اكثر واكثر، لان رغم الصعوبات ورغم الحياه اللي انت عايشتها، يعني انه بالحار واهلك ما قابلين عليك، والوضعيه مالتك والنفسيه ومرضك، باعتبار انه عندك خفقان تسارع من نبضات القلب وكورونا وغيرها، وهاي الامراض اللي اجتك في فتره الامتحانات، ووفاه اختك، ورغم كل هذا انت نجحت وطلعتي معدل عالي وانقبلت بكليه التمريض. الله يوفقك اكثر واكثر. بس المفروض هسه اللي عنده ضمير شويه، ضمير دراسي، المفروض يصحى، المفروض هسه يقوم يفلش الحائط، ياكل الكتاب اكل. انا قصتي يمكن غريبه نوعا ما، انا كنت ما احب الدراسه واكرهها، بس دائما ابوي كان يقول لي اريدك دكتوره، وين ما اروح ابوي يمدح بي ويقول القرايب والناس المقربين انا بنتي راح تصير دكتوره، وانا كنت ما اريد اصير دكتوره ولا اريد اكمل دراسه، بس من اشوف ابوي يريدني هيك صار عنده حافز كلش كبير اصير هيك، وقلت لازم احقق امنيته لابوي، لان ابوي كان حلمه يصير دكتور، بس زمان قبل ماكو دراسه وابوي يريد يحقق حلمه بي، وانا هنا قلت وتحديت نفسي وقلت لازم احقق حلم. وراها نجحت للسادس وكنت كلش خايفه ما اقدر اطلع المعدل اللي يريده ابوي، لان كان مستواي ضعيف، وفتره المراجعه كان ابوي يجيب لي الاكل وكل شيء اريده يجيبه، حتى بدون ما اطلب منه يجيب، حتى هو يجي يقعدني من نومي يقول لي قوم دكتوره، انا من اسمع هيك انقهر واقول يا رب لا تخيب ابوي بي وخليني اطلع المعدل اللي يريده هو. وانا رغم خوفي ما اقدر اطلع اللي يريد، بس ما استسلمت وقلت لازم احقق هذا، لان انا بشر وهو كتاب، لازم ما اخلي هذا الكتاب يكسر ويحطم حلم ابوي. يعني زقد حلو. والله صارت امتحانات نصف السنه والحمد لله نجحت وجبت معدل 89، وما فرحت لان اريد اعلى، بس حمدت رب على هذا المعدل، وقلت لازم النهائيه اعلى. ومن قريب موعد الامتحانات كنت كلش خايفه ما اقدر، اول امتحان قدرت عليه، والثاني لما خلصت الامتحانات وبيوم النتائج خفت كلش، لان قلت هاي هي لو انجح لو افشل واحطم احلام ابوي، بس دعيت لربي ما يصير هيك وتضحك الناس على ابوي، لان كان ابوي وين ما اروح يقول هاي بنت الدكتوره. بيوم النتائج ما كان اكو نت عندي، وابوي بشغل، فابوي هو اللي شاف النتيجه، بس ما قال له، انا بالبيت وانا ايدي على قلبه واقول يا رب حقق حلم ابوي يا رب، وادعي يا رب المعدل العالي. وبالليل اجى ابوي وبيد النتيجه، انا ما همني اي شيء، بس كان هم ابوي. وبعدين قال لي ناجحه والف الحمد لله وشكر، جبت المعدل اللي يريده ابوي، ودخلت القسم اللي هو يحلم به وصرت دكتوره. وهسه ما بقى الا كم شهر واتخرج، وانا بيومها ما صدقت ودموعي ما توقفت، لان كل همي كان ما اخلي الناس تضحك على ابوي ويقولون هاي بنته ما صارت دكتوره. والحمد لله صرت، وكسرت عين كل شخص قال لي ما راح تصيرين. وبالمناسبه انا
انا سنه اول سنه سادس ودور اول طلعت وبدون معهد، فقط على الموبايل قريت وطلعت هيت معدل، لان حالة المادية صعبة كانت، بس الحمد لله وشكر رب العالمين ما ضيع تعبي ولا حلم ابوي. واسف على طول الحكي، بس هاي قصة بالسادس ولازم احكيها بلكة تصير حافز للطلاب. ونصيحتي لكل طالب سادس، لا تكسرون حلم الاهل، لان هم يسهلون ويردون يشوفوكم باعلى المراتب وانتم قدها، ولا تخلون الناس تضحك عليكم. صيروا اقوياء وتعبوا لرب العالمين، ما يضيع تعب احد. مثل اكو قول يقولون اسعى يا عبد وانا عينك، هذا رب العالمين يقول اسعى يا عبد وانا عينك، وانت اسعى ورب العالمين ما راح يضيع هذا التعب. ان شاء الله بالتوفيق لكل الطلاب، وان شاء الله المعدلات العاليه. الحمد لله من حققت حلم ابوك، وان شاء الله شكو طالب بباله المعدل العالي يحقق حلمه ويحقق حلم اهله. بس قصه الطلاب السادس اللي حاليا يقرون على اليوتيوب، خصوصا الاشخاص اللي ما عندهم امكانيه ان يدخلون ويحسون انهم ما راح يطلعون لان ما لزموا خصوصي. انا عرفت الخصوص وما داومت اصلا، ورحت وقريت بس على اليوتيوب، ومن اول سنه طلعت وحاليا صيدله. يعني هسه هذا اول عذر فنشناه راح، بعد ما عندكم هيك عذر. وكان كل من يشوفني يقول له هم جماعه الخصوص وما محصلين النوب انتي، واللي يقول لي عيدي انت اول سنه منين تقدرين تحصلين شيء، وهوايه من هالكلام السلبي اللي راح تسمعوه، اللي راح تشبعون من عنده مو بس تسمعوه. احب اقول لكم اذا انتم كنتوا واثقين بالله وواثقين بنفسكم ما راح يهزكم كلام انسان. انا من كانوا هيك يقولوا لي اقول لهم الله كريم، رغم كلش اضوج من حكيهم، واحد مرات فعلا ما اطلع، بس ما وقفت وما درت بالي لحكيهم. ومن تقرون حاولوا تشتركون بقنوات التلي، تنزل امتحانات كلش تفيدكم وتسهل عليكم المواد، ولا تعتمدون على جدول جاهز ابد ابد ابد. كل من يقرأ على حسب طاقته وحسب قابليته واستيعابه، وما عليكم بجماعتكم لان كل واحد شكل، واقرأ على مدرسين اللي تفهم عليهم، حتى لو شخص يقول لك ما يفهم عليهم، ما دام انت مفتهم عليهم كلش كافي، ما عليك بالباقين. ما دام انت تفهم كافي وتعرف تحل وزاري، واقرأ بالوقت اللي يعجبك، مو يجي واحد يقول لك اقرأ الصبح احسن او الليل احسن كل من وراحته، ولا تمشون على جداول جاهزة، ولا تقولون فلان حصل عليها طب، ترى ما لها علاقة ابد، فعلا ما لها علاقة ابد، لان كل واحد وطريقة قراءته تختلف عن الثاني. والساعات ما لها علاقة ابد بالدراسة ابد، اكو يقرأ ساعات بدون فهم ولا علم بس مجرد وقت، واكو يقرأ ساعة واحدة ويعوض عن 5 ساعات، لان كان يقرأ بتركيز. اهم شيء تحل وزاريات، تبتعد عن جماعتك خصوصا اللي ما واثق بيهم، وترى كلهم يقرون من وراك، ولا تصدق بواحد يقول لك انا ما اقرأ، كلها كذب حشى السامع. ولا تحكي حلمك لاي شخص، خليها بينك وبين ربك، وادعي دوم الله يقدم لك اللي بخير. واهم شيء علاقتكم ويا رب العالمين، مو على مود انت سادس ما عندك وقت تعوف الصلاه او ما تصوم، ترى اكبر غلط تسوي هالسالفه. اللي ما ينصلى الله ما ينساه يعني، والنعم برب العالمين. واكو دعاء كنت الدوم اردده خصوصا من احل بالامتحان، اللهم ارنا الحق فاتبعه، وارنا الباطل فاجتنبه، زائدا صلاة على محمد. هذا دعاء خلانا نغير هواي اجابات غلط بالامتحان وغيرها للصح. يعني والله اكو اغلب النصائح اللي قدمتها هاي البنيه انا كنت ببالي مخلين انه احكين بنهايه الفيديو. يعني من اجمل النصائح ومن افضل النصائح اللي ممكن تقدمها حاليا طلاب السادس، حكيتهن اغلبهن هاي البنيه. يعني انت اقرا حسب الوقت والمكان اللي يعجبك، ما لك علاقه هذا يقول لك الصبح، هذا يقول لك الفجر، هذا يقول لك بالليل. لا انا يعني مثلا ارتاح الظهر، ارتاح العصريه، المغرب، بكيفي. انا الوقت اللي اشوف انه انا دا احصل نتيجه من قرايته هاي اقرا بيه. وبنفس الوقت يعني سالفه الجداول الجاهزه هاي تاثر كلش عليك. حاول انت تسوي جدول لنفسك وتقرا على المدرسين اللي تفتهم عليهم، يعني ما لك علاقه بالكل. خلي يكون بعلمك انه الكل شخص والكل طالب اكو قصه وظروف وضغوط. يعني الاف من الطلاب حاليا دا تمر بضغوط نفسيه وحياه صعبه، يجوز اصعب من الحياه اللي انت عايش حاليا، واكثر من الضغوط اللي انت دا تمر بيها حاليا. فانت باصرارك وتعبك على نفسك تقدر تحقق اللي ببالك. يعني هذا الشيء منتهي من عنده، انت قد ما تتعب راح تحصل ثمره تعبك. رب العالمين ما يضيع له تعب واحد نهائيا. بس اكفد شغله صغيره هسه جت على بالي اريد اتذكرها، انه اغلب الطلاب اللي بالسادس اعدادي
يسولفون هاي السوالف ويذكرون انه حزدوني. لك هاي سوالف مال الحزدون وهاي الكلاوات والدوالق ذن بطلوهن. انت طالب سادس بدك تقرا، اقرا واتعب على نفسك بقد ما تقدر وخلي يحزدون بك للصبح. بس انت لما تقول حزدوني او تمرضت وهذن الاعذار اللي انت تاثر عليك سلبيا، يعني ما تاثر على اي واحد ثاني غيرك، يعني هي تاثر بس عليك. فانت حاول ان تعوف هاي السوالف وتقرا وتتعب على نفسك، ويا رب التوفيق للجميع، وان شاء الله الله يوفقكم اكثر واكثر. طبعا بالنسبه لقصص المتابعين، قصص المتابعين اللي تخص السادس الاعداد هواي كلش هواي دزولي، فما اقدر انشرهن كلهن. راح تسوي لكم فقره السادس الاعدادي بين فتره وفتره، انشر لكم 4 قصص تخصص طلاب السادس الاعدادي، حتى بين فتره وفتره تقرون القصص ويصير لكم حافز حتى تقرون اكثر. والله يوفقكم اكثر. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله عجبكم واستمتعتوا به. قبل لا تروح لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واني احبكم هواي. باي.